يلا يا عسلية منك ليه كل العسليات الحلويات المتابعين عندي على قناتي والجداد اللي بيتابعوني واللي لسه أول مرة يشوفوني. قربوا كده وتعالوا نشوف فيديو النهاردة عملناه ازاي بطريقة جميلة جدا جدا وبكل احترافية. وصفة النهاردة يا حبايب قلبي هتعملوها في رمضان وفي العزومات وفي الأفراح وكل حاجة في كل المناسبات. حاجة كده اللهم بارك. الطبق ده جميل جدا جدا جدا. وصفة النهاردة أو أكلة النهاردة هتحطيها زي ما انت شايفة كده في طبق واحد. جميلة جدا جدا وهتكفي وتوفي معاكي بإذن الله تعالى. هنعملها النهاردة جميلة جدا وإن شاء الله تقدروا تعملوها وتنفذوها بطريقة سهلة خالص. كل حلوياتي ومتابعيني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو الجميل دوت. واللي اول مره يشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديوهات اللي انا بنزلها. معاكم ام عمر من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر. يلا بينا ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ونشوف وصفتنا النهارده الجميله دي اتكونت من ايه واتعملت ازاي. مبدئيا كده حبايب قلبي معايا معلقه كبيره من السمنه. يعني المعلقه كبيره اللي هي الخشب اللي معايا دي لو هتعايري بالمعالق الصغيره بتاعه الاكل هتحطي 3 معالق. لان وصفتنا تقدري تعمليها لازم يكون الماده الدهنيه كتيره عشان تقدري تتحكمي فيها وتطلع معاكي لونها موحد. طيب وصفه النهارده زي ما قلت لكم هنعمل مع بعض يا حلويات. رز الطباخ، رز الطباخين، رز الافراح، رز المناسبات، رز المكسرات زي ما تحبي تسميه سميه. بس انا هقولك على مكوناته وازاي تقدري تعمليه وبعد كده المسمى ده نسيبه بعدين. بصوا حبايب قلبي وصفة النهاردة او الرز اللي بنعمله دوت لازم هو مش رز عامة يعني عشان الناس تقولي هو مش رز. بس هو بنسميه رز الافراح او المناسبات او رز الطباخين. طيب بنعمل وصفة النهاردة بنعملها بلسان العصفور والشعرية بس كده بس كده. طيب اهم حاجة ان المادة الدهنية اللي احنا بنستعملها لوصفة النهاردة بتكون عبارة عن سمنة بس ما بنحطش زيت. سمنة بس بتطلع معانا اللون اللهم بارك كده جميل. ولون كده موحد مش واحدة وواحدة محروقة وواحدة بيضة. لا بيطلع اللون موحد. فلازم تستعملي السمنة. هنحط زي ما قلت لكم لو معلقة الاكل هتحطي 3 معالق كبار. لو بالمعلقة الخشب زي اللي انا بستعملها دلوقتي دي هتحطي معلقة كبيرة بالمعلقة الخشب. وهنبدأ نحط لسان العصفور. واقولك برضو لسان العصفور لما تشتريه من عند العطار لو بتشتريه سايب حاولي ان انت تجيبي الحباية العريضة. لو بتشتريه اكياس برضو دوري على النوع اللي يكون حبايته عريضة شوية زي حباية الرز. تمام. طيب كده انا حمرت لحد ما وصلت للون اللي انا عايزاه دلوقتي اللي هو اللون الذهبي. وبعد كده جبت المصفى وصفيت فيها لسان العصفور زي ما انتم شايفين كده. حبايب قلبي طبعا لازم يكون اللون الذهبي اللي انتم شايفينه دوت ما تكونش الحبايه غامقه او اقل عن اللون ده لان طبعا بيكون لون موحد كده وزي ما انتم شايفينه لون جميل اللهم بارك. وصلنا للون الدهبي. طبعا عايزه اقولك ان لازم تكون ايدك في التقليب على طول. يعني لو انت بتعملي حاجه مش هينفع ان انت تعملي حاجه وانت شغاله في الوصفه دي او في عمل الرز دوت. لازم تكون ايدك فيه على طول مع الاستمرار مع التقليب. ونار البوتاجاز ما تكونش ولا هي عاليه ولا هي واطيه تكون وسط. تمام تمام. بعد كده بعد ما صفيت كميه لسان العصفور اللي انا عملتها انا عملت نسيت اقول لكم. انا عامله نص كيلو لسان العصفور وبرده نص كيلو شعريه. المقدار عامله الاتنين سوا بعض. بس يستحسن عشان برضو للامانه ان انت تكتري نسبه لسان العصفور عن الشعريه. تمام كده. فروحت بقى جبت نص كيلو ونص كيلو حمرته ده لوحده وصفيته زي ما انتوا شفتوني كده. في حاجة صفيت لسان العصفور عشان برضو الزيت السمنة اللي بصفيها اللي كنت محمرة فيها لسان العصفور اخدها تاني في نفس الحلة واحمر فيها الشعرية. طيب كده انا بحمر الشعرية برضو دلوقتي زي ما انتم شايفين. لازم برضو ايدك تكون فيها ما تسهيش عليها او تسيبيها وتروحي اي مكان. على طول تفضلي بقى مع التقليب المستمر لحد ما تديكي نفس اللون اللي وصلنا له في لون لسان العصفور اللهم بارك. شايفين يا بنات لون ذهبي كده جميل اللهم بارك. وصفة النهاردة هي جميلة جدا جدا والله العظيم هتعجبكم لما تجربوها. جربوها بس على طريقتي وان شاء الله تشكروني عليها. هتنفع معاكي بقى حاجة كده تغيير. ما بين بقى احنا دايما متعودين بنعمل الرز الابيض. الرز بشعرية الرز المحمر. ده بقى كده بديل جميلة جدا جدا. ان شاء الله هتعجبك وتعجب اولادك حبيبة قلبي طبعا. هتعجب ضيوفك لما تعتمديها دايما على سفرتك في طوال شهر رمضان الكريم. وكمان تعمليها في اي عزومات عندك.
طبعا احنا بنسميها رز الافراح او رز الطباخين. وكمان وصفة الطبق الواحد اللي انت ممكن تعمليها وتزينيها بالمكسرات، تزينيها ممكن تحطي عليها برضو اي نوع مكسرات زي ما قلت لك. ومعانا برضو تركايه هنحطها كده في الاخر، اقول لكم عليها عملتها ازاي، وهقول لك على البدايل اللي انت ممكن تقدري تضيفيها على الرز بتاع النهارده. تمام. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نقول صيغه الصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج بإذن الله تعالى. اللهم آمين يا رب العالمين. دي حوائجنا أجمعين. ربنا يا رب يجعل بيوتكم وقلوبكم دايما عمرانة بالخير، ويجعل دايما الفرح مالي بيوتكم حبايب قلب. بصوا يا حبايبي، ده كده لسان العصفور، شايفين؟ اللهم بارك، لونه موحد، مفيش واحدة بيضة وواحدة فاتحة وواحدة غامقة، مفيش الكلام ده خالص، كله لون واحد. طبعا ده بفضل ان انتي زي ما قلتلك هتحمريه بسمنة، وكمان ان انتي ايدك فيه على طول ما تسهيش عليه. لو سبتيه هتلاقيه واحدة احمرت قوي وواحدة هتكون بيضة، فمش هيكون معاكي موحد. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين معايا ميه، حله فيها ميه وضفت ليها مرقه، وكمان حبه من التوابل الحلوين، وحبيتين من ورق اللوري، وغليتها كده على النار. طب انا غليتها لان مش عندي شوربه، لو انت عندك شوربه هتسقي بيها الرز بتاعنا. ما عندكيش شوربه هتعملي زي ما انا عملت كده، هتحطي ميه وفيها مرقه وملح وتوابل وكمان ورق اللوري، ويا سلام لو عندك حبهان زي الشوربه بالظبط. هنغليهم كده مع بعض، وبعدين هننزل بيهم على الرز بتاعنا القمر دوت. وصفة النهاردة يا حبايب قلبي مش لازم تعمليها بمية باردة خالص، لان لو عملتيها بمية باردة او شوربة باردة حبات لسان العصفور هتتكسر معاكي. فاحنا مش عايزين الخطوة دي خالص، احنا عايزين الرز بتاعنا نعمله زي ما قال الكتاب كده، وطبعا زي ما طلع معايا في الفيديو ان شاء الله هيطلع معاكم احسن كمان. طبقوا كل الوصفة زي ما قلت لكم كده بنفس الطريقة، وهتطلع معاكم ممتازة. بعد كده بقى جبت نفس الحلة برضو اللي كنت محمرة فيها لسان العصفور ومحمرة فيها الشعرية، وبعد ما صفيتهم الاتنين من الزيت هجيب الحلة وانزل بالمكونين كده في نفس الحلة، واديهم تقليبة كده مع بعض، وبعدين انزل عليهم بالشوربة اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا غليتها دلوقتي ووريتها لكم. طيب هنتكلم عن مرحلة التسوية للرز بتاعنا. لازم تكون المية زيادة شوية، يعني خلاف الرز العادي، خلاف لما بتعملي لسان عصفور، خلاف لما بتعملي شعرية. لازم، لان طبعا المكونين احنا محمرينهم، فطبعا لازم بيقبل مية شوية بعد التحمير، بيعوز مية شوية. فهقولك تقديله او بتزودي المية بتاعت الرز بتاعنا شوية، يعني بتزوديها شوية. طبعا عينك ميزان حبيبة قلبي، وكل ست بيت شاطرة تقدر تنفذها بكل سهولة. حبايب قلبي، بصوا زي ما انتم شايفين كده ببدأ انزل بيها تدريجي، خوفا من اني ازود كمية المية او ان هي تكون قليلة معايا، فببدأ ازودها كده تدريجي زي ما انتم شايفين. وابدأ الم كده جوانب الحلة من الشعرية ولسان العصفور اللي فيها، وابدأ المها كده واقلب تقليبة حلوة، وبعدين برضو اضيف تاني واحدة واحدة كده لحد ما كله يتظبط مع بعضه. كل في الوقت دوت مكنتش لسه ولعت النار على الحلة، فببدأ اولع كده النار وارفع تاني الحلة على النار، وابدأ اضيف الشوربة اللي انا غليتها دلوقتي. وطبعا بتدوقيها لو محتاجة ملح مش بتحطي، لو محتاجة ملح بتحطي لها، مش محتاجة خلاص، لانك طبعا بتكوني ظابطة الشوربة، وطعم الشوربة بيكون قد ايه، بيكون معاكي مش محتاجة ملح. تمام. لو محتاجة بتضيفي على الرز كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى الم جوانب الحلة زي ما انتم شايفين كده، واديها تقليبة اللهم بارك كده. لسه برضو محتاجة مية تاني، لان طبعا كده المنسوب مش عالي زي ما انا قلت لكم، لازم يكون منسوب المية اعلى عن الطبيعي اللي احنا بنعمله للرز العادي. ما ينفعش طبعا الرز دوت ان هو يكون شادد معاكي شويه، اللي هو لسان العصفور والشعر ما بيحبش ان هو يكون شادد خالص، بالعكس بيكون مستوي كده ومفلفل وجميل. تمام كده. انا ضفت بس رشه من الدقه، زي ما قلت لكم الدقه اللي انا معتمداها دايما عندي في مطبخي، وطبعا انا عامله الفيديو على القناه لو انتوا حابين تشاهدوا فيديو الدقه ازاي انا بعملها. هدي بقى تقليبه، وكمان هزود كمان شويه ميه تانيين لان حاسه ان الميه برضو قليله. وهدي تقليبه كده، وبعدين اغطي على الحله بتاعتي
لحد ما يتشرب زي الرز العادي بقى كده خلاص، لحد ما يغلي ويتشرب ويبدأ ينشف. اهدي النار واسيبه بقى لحد ما يتبخر كده والدنيا تمام، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. كده هو اتشرب المية اللي كانت فيه، وكمان سبته هديت عليه النار شوية. شايفين مفلفل ازاي يا بنات؟ جميل جدا جدا. اللهم بارك. عايزه اقولك بعد فيديو النهارده هتعتمدي وصفة الرز دي دايما في مطبخك. حاجة كده جميلة جدا جدا، هتعجبك وتعجب اولادك وكل ضيوفك وحبايبك. حبايب قلبي متابعيني، متابعين حلة وبوتاجاز مع ام عمر، ما تنسوش تعملوا شير لكل اصحابكم وحبايبكم عشان نقدر نفيد ونستفيد من وصفتنا بتاعت النهارده. ما تنسوش تعملوا لسه طبعا اول مره يشوفوا قناتي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. بحبكم في الله احلى متابعين، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، ويجعل دايما بيوتكم وقلوبكم عمرانه بالخير، ويجعل دايما الموده والمحبه دايما في قلوبكم. هقول لكم بقى على التركيه اللي انا قلت لكم عليها، ازاي هتعملي اضافات. طيب كده احنا خلصنا خلاص مرحله الرز والتسويه، وخلاص دخلنا على مرحله ان احنا هنغرف الرز او هنقدمه. المكسرات، لو انت هتضيفي مكسرات ممكن تضيفي زبيب. بعد ما تسوي الرز كده تماما وتبداي تقدميه في الاطباق، بتضيفي كده على الوش. لو انت هتضيفي مكسرات زي لوز او فستق، بتبداي برضو تسويهم وتبداي تضيفيهم برضو على الرز. طيب الاضافه بتاعت النهارده، انا دلوقتي هضيف ستريبس بانيه كان عندي، ورحت بقى كده قطعته كده قطع صغيرة مكعبات وضفته على الرز كده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. وجبة جميلة جدا جدا تستاهل ان انتوا تجربوها. اسمها انا عن نفسي بسميها وجبة الطبق الواحد. يعني انا عن نفسي بسميها وجبة الطبق الواحد، ان انتي هتضيفي كل كده المكونات في طبق واحد، اللي هي شرايح الستريبس او البانيه او الفراخ، ولو عندك لحمة ممكن هتضيفيها عادي خالص، وضفتها كده على طبق الرز. وممكن كمان هتضيفي جنبهم كده حبايتين من السلطة او اي خضار انت بتحبيه او مخلل. اللهم بارك، هتكفي وتوفي معاكم. بحبكم في الله، استودعكم الله.